زي الحال كل شويه حد يجي يقول لنا سيبوا الكنبه وقوموا اعملوا حاجه، ولازم تبقى جامد ويا معافر واستثمروا. الحقيقه يعني كلام مهم، كلام جميل معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس احنا ما معناش فلوس مبدئيا عشان نستثمرها. وبعدين لما بيبقى معانا فلوس بنبقى خايفين جدا لاحسن تطير، ما هي ما جاتش بالسهل. وبالتالي جبت لكم صديقي العزيز محمد اويس علشان يقول لنا نعمل ايه. يعني يا محمد، احنا مبدئيا الكنبه دي مريحه قوي جدا، مش كده؟ جدا مبسوط انت قوي. وبعدين كل شويه يجي حد يقول لك ايه، سيبوا الكنبه وقوموا بقى ما قوموا تسمعلوش، وعب- ما مش كده، تخليش حد يقوم كده على خلينا الكنبه. قاعدين. فانت بقى قول لي، محمد خبير مالي، والحقيقه من افضل الناس اللي انا شخصيا برجع لهم لما يبقى معايا اي ربع جنيه، علشان بس ما بيجوش بالسهل يا جماعه. ومريان يعني بريف هارت، عارفين القلب الشجاع، دخلت كده بصدرها في السوق وعملت مشروع مهم جدا، ويبدو انه مش يعني ما بتبيعش بقى بيض وسمنه وحاجات اساسيه بتاعت ناس. بتعملي ايه يا مريان؟ ببيع حاجات تبان ان هي رفاهيات، بس هي تفرق مع البني ادم نفسه، بتخليه يعني انا بشتغل في العربيات، بتخليكي تحسي ان العربيه اللي انت راكباها دي بتاعتك، انت بتحبيها فبتدلعيها زي ما انت بتدلعي نفسك. يا سلام، بتحوليها لفرد من البيت طبعا. طب انا بقى كده يعني ما بين اتنين، واحد يقول لي الفلوس لازم نتعامل معاها باعتبارها فرد من البيت، وواحده بتقول لي العربيات فرد من البيت. ازاي الفلوس فرد من البيت يا محمد؟ اولا اجيبها منين باي؟ ده السؤال الاهم. هي الفلوس موجوده على فكره طول الوقت، بس احنا بنصرفها. وطريقه انفاقنا ليها هي اللي بتاثر هي بتروح فين. والحقيقه ان هو شكرا لحضرتك انك اثرتي فكره ان الفلوس فرض دي، لان احنا طول عمرنا خدنا كده فتره كنا بنتكلم عن الفلوس ايه، انا ما يهمنيش الفلوس. يعني الفلوس بتحدد او هي اللي بتحقق احتياجات ورغبات البني ادم. احتياجات البني ادم دي اللي بتخليه يعيش، ورغباته هي اللي بتخليه يحس بانسانيته. ايوه. فانا ازاي بتكلم على الحاجه اللي بتحقق احتياجاتي ورغباتي بهذا الشكل؟ وليه متوقع ان انا لما اتكلم على الفلوس كده انها تحبني وتيجي؟ يعني مش هتيجي يعني. والله يعني انا لو قلت انا ما يهمنيش الفلوس، توظف الفلوس مش هتجيلك، ما خلاص هتشوف حد تاني بيحبها يعني. مش هتيجي تروح لحد تاني. لا انا بحب الفلوس عشان دي بتحقق لي حاجات. ومش معنى انا بحب الفلوس ان انا عندي جشع، دي تفرق بقى. هو الفكره الحاجه اللي مش منضبطه يعني. لا انا ما عنديش جشع، لكن انا احب الفلوس. ليه؟ احب ان انا احقق احتياجاتي واحقق رغباتي، وعندي طموح ابقى عايز احققه وبحققه خلال الفلوس، وابقى عايش حياه كريمه. بالظبط كده. طيب احنا ليه دايما بيبقى عندنا مشكله ان احنا نلاقي الفلوس؟ عشان احنا بيبقى انفاقنا غير منضبط من الاخر. احنا بنصرف من غير ما ناخد بالنا احنا بنصرف ايه. والمشكله الجديده هو ان احنا في عندنا حاجه اسمها احتياجات وعندنا حاجه اسمها رغبات. احنا في احتياجاتنا دي المفروض الحاجه اللي لو ما وفيناهاش بعد الشر عن الجميع يعني الانسان يا يمرض يا يموت يعني. خلاص دي بق الميه اللي انا بشربه ده احتياجي الاساسي. خلاص. لكن الرغبات دي حاجه لا نهائيه. احنا مشكلتنا بقى ان احنا حولنا رغبات كتيره قوي دي من الرغبات انها احتياج. زي ما اجي اوضب البيت مثلا ولا جاهز، فاقول انا عايزه 3 شاشات بالظبط كده و95 ملايه. على فكره لا، حتى في حاجات بسيطه جدا. ده انا هموت على الفستان ده ولا على القميص ده. لا ما بموتش على الفستان. ما بتموتش على فكره. بس بيحصل لنا ايه؟ بيحصل لنا حاجه اسمها خيبه امل. فالانسان خيبه الامل دي بتعمل له وجع جامد قوي. فنفسيا يبتدي مخه يقول له ايه، طب ما على فكره الفستان ده هيغلى الشهر الجاي، ما تروحي تجيبيه. فتحس انها طب انت كنت محتاجه الفستان اصلا؟ ده سؤال برضه يعني ده سؤال مهم. بدل ما المخ بقى بيرد على اجابه سؤال هو الفستان ده محتاجينه ولا لا، بقى بيرد على سؤال هنجيب الفستان ازاي قبل ما يغلى. وده سؤال يودينا في حته، وده سؤال يودينا في حته ثانيه خالص. فهي الفكره في كده، الناس احيانا الفلوس تبقى موجوده بس مش قادره يعني مش قادره توظفها بشكل كويس، مش قادره ترتبها. والجزء الثاني كمان احيانا الفلوس الناس تستقل بيها ما تستعناهاش. يعني يقول لك انا لو حوشت 5 جنيه على 50 جنيه يعني هيعملوا ايه في الزمن المنال. دي قصه ثانيه ليها علاقه انت هتستثمر فلوسك دي ازاي. بس هو الاكيد ان ال5 احسن من الصفر وال50 احسن من ال5. تصدق برضو وجهة نظر يعني صح. هو 5 جنيه هتعمل لي ايه؟ بس لو موجوده احسن من ما فيش يعني. صحيح. مش كده ولا ايه؟ وبعدين ما هي 5 على 5 على 5 حتى على سكيل صغير تقدر تخليكي تقدري تعملي بيها، حتى لو تبان لك ان هي صغيره بس تقدري تستفيديها بافتراض ان انت شغلتي مخك صح. الناس ما بتقتنعش بالكلام ده لان هو بيحط ال5 على 5 على 5 فيحصل عليه تعويم، فيحس ان لا ما فيش كل حاجه راحت. او الحل بيفضل شايف. لا ما انا قاعد عشان بس نبقى ده جايين في العدل والدغري. الجرح جامد جايين في الدغري. دي مشكله استثمار. لان الناس عندنا خلينا نعترف ان احنا في مصر هنا ما
اتعلمناش نستثمر كتير لان احنا ما كانش عندنا هذه التقلبات الاقتصاديه كتير. فكان اخرنا بنحط فلوسنا في البنك، مش عارف اللي يروح يفتح له مشروع ده اخر الموضوع يعني، او نجيب حتتين ذهب وخلاص. لكن الاستثمار الحقيقه اوجهه كتيره جدا واسعه وتناسب انواع كتيره او منتجات كتيره تناسب كل شخص حسب احتياجاته. فالموضوع محتاج شويه مجهود ودراسه ومعرفه بالحاجات دي عشان تقدر ان انت حتى ال5 جنيه تعرف تستثمر. مريان انت ال5 جنيه فرقت معاك زي ما محمد بيقول؟ في الاول يا سلام. في طب احكي الأول لي فرقت. كده انتوا بداتي ازاي؟ وانت بتشتغلي في اكسسوارات عربيات، انت بتقولي انا بحول العربيه لجزء صاحبتي او جزء من شخصيتي. فده حاجه صعبه قوي يعني. الناس حتى لو هتشتغل في حاجه زي العربيات اشتغل في الاساسيات يعني، طنابير مش عارفه ايه، عارفه الحاجات اللي هي يعني العربيه ما تمشيش من غيرها. انما فرحتي وانا مسميه العربيه تنبوكه ورحت قلت لك والنبي اكتبي لي عليها تنبوكه. هقول لك حاجه، مش في امكانياتي احيانا ان انا اعمل الطنبوره، بس انا في امكانياتي ان انا زي واحده ست هي مش غنيه، هي على قدها، بس تقدر ان هي تجيب ورد بلاستيك تحطه في الصالون تخلي شكله حلو. هي طيب هتحس بسعاده اكتر. انت بتعملي في الاول متهيألي مخاطره تخوف، درستي السوق ازاي؟ درست السوق الاول بان انا راكبه العربيه نفسها اوكي بشكل اساسي. واول بدايه المشروع بتاعي كان عندي معلومات يمكن مش واضحه او مش دقيقه. انت حبيتي عربيه؟ حبيت العربيه التنبوكه الجميله الصغنونه دي، بالونتي دي حبيتها. اي. وابتديت احس انه هي هتبقى شكلها احلى لو عليها علامه نيكل بشكل معين مثلا زي ما كانت اتعملت ساعه ما هي اتعملت، هي كلاسيك كار. بس لقيت انه الناس نتيجه اعتبارات كتير قوي ابتدوا يهملوا تماما كل الحاجات دي. بقت العربيه عباره عن زي ما حضرتك بتقولي طنبوره ماشيه على الارض وكاوتشه ورفرف وحاجات كده. بقى شكلها وحش، ما بقتش بتاعتي. فكره المحبه اللي بينك وما بين الحاجه، على فكره ممكن تبقى عربيتي فيها مشكله كبيره بس انا بحبها، هتعامل معاها، فهتبقى عندك صبر. عندي صبر عليها ومش عايزه تبيعيها. مش عايزه ابيعها. انت قلتي لي عربيتك موديل كام؟ 73. 73 تصدق يعني صح. اتعملت بعد الحرب بشهر ونص تقريبا. انا عندي التاريخ بتاعها. سمع هياخدها المتحف يعني. اتعرض عليا انها تروح المانيا بس انا ما رضيتش. لا ما نوديهاش، دي حبيبتي بالونتي. ايوه ده ياخدنا للي انت كنت بتقوله يا محمد، يعني الفرق بين الاحتياجات والرغبات. انه حد تاني اول ما العربيه بتبقى بقالها 5 سنين، ايه ده كتير يعني. في ناس بتبقى امكانياتها مش فظيعه انها تغير العربيه بسرعه، لكن تبقى برضو عندها الرغبه انه عايزه تغير العربيه تجيب الجديد. زي هوس التليفونات دلوقتي. تليفوني بقى لسه نازل، ده انت تسميه ايه ويأثر على علاقتنا بالفلوس؟ ما هو المشكله ان احنا ما بصينا على الرغبات. احنا زمان اصلنا كنا قاعدين في الرغبات دي، فكان لو انا بسميه سلم الرغبات يعني، فكان سلم الرغبات ده 4 درجات. يعني ايه 4 درجات؟ 4 درجات سلم عباره عن 4 درجات، مش 4، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4 خلاص. فكنا مثلا معظمنا واقفين في الدرجه الثانيه او الثالثه، وفي ناس حبه قليلين واقفين في الدرجه الاولى، وفي حبه قليلين قوي واقفين في الدرجه الرابعه. ماشي. لما ظهرت السوشيال ميديا والكلام ده، فالسلم ده اتكشف كله قدام الناس. فاحنا لقينا نفسنا يا نهار اسود ده احنا تحت قوي. الناس بصت كده. تصدق انا مره شفت فيديو حد بيقول لك ايه، لو معاك 250,000 جنيه علشان تعمل بيبي شاور، ربع مليون ايه ده انا بسمع ارقام انا بتخض يعني. شويه صح. ده ربع مليون. ربع مليون بيبي شاور ده ايه؟ مش ده اللي هو المفروض نجيب للعيل هدايا؟ فلما حصل كده الناس بدات طول الوقت عماله بتحاول تطلع سوق. وهو انا اللي بحاول اقوله للناس كمان السلم ملوش نهايه، فانت اي درجه هتقف عليها تلاقي لسه فيه نهجان عنيف. فكان عندنا سلم رغبات ده عباره عن درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، درجه رابعه مثلا. ده اللي احنا شايفينه مع بعض. فكان يعني اللي واقف على الدرجه الثانيه يقول يعني انا فاضل لي درجتين واطلع، مش مشكله بقى على حاجه، فانا تمام يعني. وبعدين لما ظهرت السوشيال ميديا بدانا نصور حياه بعض بقى، والناس شافت، فكشفوا السلم كله، فلقينا السلم ده يا نهار اسود ده احنا تحت قوي. ده في حاجات فوق. وعلى فكره كله شاف نفسه تحت قوي، لان اللي عنده يخت شايف برضو في ناس عندها طيارات فهي مالوش نهايه، هو حاجه مالهاش نهايه. فكله بقى عمال يجري. احنا غلابه قوي يا سيدي. احنا غلابه قوي، ده انا تحت قوي. فكله بقى عمال يجري ويحاول يصرف على رغبته. ومفيش مشكله انك تصرف على رغباتك، على فكره ده جزء من انسانيه الانسان. وانا باكد دايما طول الوقت في رسالتي للناس، ما بتحبش تسمع الكلام ده، يقول لك انت جاي تقول لي شد الحزام ده احنا على الاخر. لا 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 خالص. لا انت مش على الاخر. لا مش يعني مش مهم حتى لو هو على انا جاي بس بقول لك حاجه لطيفه جدا. اصرف على رغباتك بحدود. بنعمل تقسيمه ساعات ظريفه جدا. تعالى يا عم اصرف احتياجاتك اللي هي الاساسيه، خلي بيتصرف عليها 50% من دخلك.
تمام رغباتك اصرف عليها 30% من دخلك، تمام. وسيب لي 20% للتحويش، هقول لك بعد كده تعمل فيهم ايه. ده انت عامل زي دكاتره الرجيم بقى، أيوة. بيقول لك الطبق حط عليه قد ايه رز او بروتين وقد مكرونه ايه بالظبط. وقد ايه لان انت بروتين محتاج وقد كله، ايه انت محتاج سلطة. الثلاثه، انت محتاج آه. تحوش، ومحتاج تصرف على رغباتك، ومحتاج تصرف على احتياجاتك. اوكي. الجزء اللي بتصرفه على احتياجاتك ده ال 30% ده، انا بقى الناس تقعد تقول لك ايه، اصل راح جاب مش عارف ايه بكام، اعمل بيه اللي انت عايزه. تمام. يا اخي انا راجل، هي انا عايز اكتب اسمي على عربيتي بميه الذهب، يا سلام انا حر. بال 30% بتاعتي انا حر. بال 30% بتوع الرغبات. المشكله الناس بتعمل ايه بقى؟ ال 30% ما بتكفيش، فيقوم رايح داخل على الحبه بتوع التحويش، فما بقاش بيحوش، ما كفوش، مش هيقدر يجي جنب الاحتياجات، لان الاحتياجات دي اساسيه. صح. يلا نستلف. فتحول انه دخل في دوامه بيصرف على رغبات، والرغبات دي مش هتخلص، وكمان مش حاسس بالسعاده. طب انت كنت لسه بتقول لي انه لو احنا حوشنا 5 جنيه هي احسن من ما فيش، ولو 50 جنيه هي احسن من ال5 جنيه. فالناس ما تستقلش المبالغ الصغيره. بس لو بقى معايا مبالغ صغيره انا ما بعرفش اعمل فيها ايه. يعني هفضل احوش حاجات لو انا موظف في الاول وفي الاخر دخلي يدوب، وهعمل الوصفه السحريه اللي انت قلتها 50% على احتياجاتي الاساسيه، واحاول اشوف ايه الاساسي فعلا، و30% على رغباتي وانا والولاد، فنفك عن نفسنا يعني شويه، وخليت ال20% هيعملوا ايه برضو؟ هقول لك. قول. عارفه اول حاجه بكتسبها اول ما بحوش ال5 جنيه دي ايه؟ ان انا بكتسب سلوك التحويش نفسه. اوكي. الناس ما عندهاش سلوك التحويش. الاطفال اللي طالعه والجيل الجديد اللي طالع ما يعرفش السلوك ده يعني ان انا عاده ان يبقى معايا مبلغ، ان انا بقتطع من رغباتي، قصدي تقيله جدا على النفس البشريه. ان انا اقتطع من رغباتي في ظل المهرجان اللي احنا عايشين فيه ده، بقتطع من رغباتي، احط رقم على جنب. انت عارفه انا لو قلت لك ال5 جنيه دي، قلت لك تعالي نقعد، وكل الناس اللي موجودين معانا النهارده عندنا نظبط على ال5 جنيه دي كل شهر لمده سنه، انا هاجي لكم السنه الجايه وهتلاقي 80% من الناس ما ظبطتش عليه. ايوه. لانها مشكله التزام، هو سلوك ملوش علاقه بكام. انت لما بتظبط السلوك كام ده بيبتدي يتوفر اكتر من 5 جنيه بكتير. ده رقم واحد. رقم 2، هل احنا ما عندناش، كان زمان ما عندناش منتجات؟ تعرف ده عامل زي الرياضه في الجيم، اللي هي لو انا في ناس كتيره تعمل اشتراك في الجيم وما تنزلش، بس لو بدات تنزل العجله بتمشي. فواضح ان التحويش عامل كده برضه، سلوك لو بدات اظبطه هيمشي ويزيد. عارفه الفرق بين الشغف والالتزام؟ الباشن والديسيبلين. الراجل اللي عنده شغف بيقوم عامل ايه؟ تلاقيه طلع عمل حاجه جامده جدا، نزل الجيم اول مره رفع 70 كيلو ونزل وقعد طول اليوم، قعد اسبوع الكيرف عامل كده، وبعدين راح نازل زيرو صفر. خلاص. الالتزام بقى مالوش علاقه، الالتزام ده بتلاقيه بيطلع واحده واحده، تلاقيه مش لازم اهد الدنيا. نزلت اول يوم ربع ساعه، وثاني يوم ربع ساعه، وثالث يوم ربع ساعه. لا، خير الاعمال اقلها وادومها. اقلها وادومها. ايوه بالظبط كده. حطيت 5 جنيه على 5 جنيه على 5 جنيه على 5 جنيه، عمال الكيرف يطلع واحده واحده. ده شخص ملتزم. اوكي. وهتلاقيه في حته قام واقع سنه بس قام مكمل تاني، معدل. تمام. فده اول فايده. اعمل ايه بقى؟ اول فايده اتعلمتها، اتعودنا ان احنا نحوش. تمام. سلوك. تمام. تاني حاجه بنبتدي نعملها ان انا ابتدي ادور على المنتجات الماليه اللي اصبحت متوفره دلوقتي، اقدر احوش فيها بارقام صغيره. يعني ايه منتجات ماليه؟ منتجات ماليه يعني حاجه اقدر، وعاء ادخاري او وعاء استثماري، اقدر احط فيه فلوس يكون متراقب عليه، سواء من جهه البنك المركزي او من جهه هيئه الرقابه الماليه، اللي هم الجهتين المسؤولين عن الرقابه على الكلام ده. سمي لي حاجات مضمونه. اسمي لك حاجات. عندنا مثلا في منتج ظريف جدا. حضرتك لما بتيجي تشتري ذهب النهارده، اقل رقم ينفع تشتري بيه كام؟ يعني جرام الذهب تقريبا 3000 جنيه. 3000 جنيه. طيب احنا عندنا منتج مثلا موجود حاليا في مصر اسمه منجم. هو ابلكيشن منجم ده حضرتك تقدري تشتري عليه ذهب جزئي. يعني ايه؟ تقدري تشتري 1/10 من جرام من الذهب، فتشتري ذهب ب 300 جنيه. ياه. فتحوشي فلوسك في ذهب. وده تحت رقابه البنك المركزي. تحت رقابه البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه. وعندهم فضه. اوكي. تمام. اوكي. حضرتك عندك النهارده برضو ابلكيشنز كتيره جدا وحاجات بتاعه البنوك تقدري تحوشي فيها، تاخدي عائد يومي والحد الادنى بتاعها اي حاجه. يعني مثلا في عندنا صناديق استثمار. صناديق الاستثمار دي عباره عن ايه؟ انا حد يعني البنك بياخد فلوسي وفلوس حضرتك وفلوس ناس ثانيه، يجمع من كل واحد 10 جنيه ايا كان هيجمع كام، يكون صندوق استثمار كبير ويديه لحد يدوره ويدخل له عائد. ماشي. خلاص. ده فكره صندوق الاستثمار. في عندك ابلكيشن مثلا اسمه ساندر، عليه صندوقين استثمار بعائد يومي. يعني ايه صندوق استثمار بعائد يومي؟ يعني حضرتك خد مرتبك اول الشهر، وبدل ما تخليه معاك اول الشهر، بدل ما تحطه في الدرج، حطه في الصندوق ده وطلع لنفسك مصروف بالاسبوع. فكل يوم عمال تحسب، كل يوم بتاخد فايده على المبلغ. حلو قوي. دي فكره هايله. انا بيرسونالي انا بعمل كده على فكره. طب اقطعك بقى واسالك سؤال خطر على مخي كده واحنا قاعدين.
انا هسال على الموضوع اللي هو بتاع جرامات الذهب. تمام. انا اشتريت دلوقتي وسعر جرام الذهب 3000 جنيه. ايوه. معنى كده ان انت سبجكت للسوق حقيقي، يعني بافتراض ان الذهب عالي انا لما اجي اخد فلوس منك هاخدهم اعلى، ومعنى كده ان انا لو الذهب خسر انا الفلوس اللي انا حطيتهم هو هينزل. فعليا اشترى الذهب لما حضرتك طلبتي تشتري الذهب، وهيبيعه لما حضرتك تحطي طلب بالبيع بتاعه. وهو انا عايز ازيدك حته كمان، هو حضرتك لما بتجمعي الجرامات احنا نحط 1 من 10 جرام على 1 من 10 جرام ونفضل نزود فيهم، لما توصلي لعدد جرامات معين تطلبي الذهب بتاعك انه يجي لك على البيت. يعني هيجي ذهب او دهب. كاش لو انا عايزه ابيع. انت هتبيعي هتستلمي فلوس الكاش على طول في الابلكيشن بسعر على السوق. فوري. بسعر السوق. بسعر السوق. انت عايزه، لا انا عايزه احتفظ بحته الذهب بتاعتي، هجديها هديه لحد. طب هتطلبي الذهب بتاعك هيجي لك بعدد الجرامات اللي حضرتك طلبتيه. معنى كده ان كانه اونلاين شوب للذهب ده حقيقي. حقيقي على الارض. ده حقيقي. وعلى فكره في كذا حد كمان بيعمل كده، يعني منجم بتعمل كده، وفي شركه تانية اسمها ذهب مصر بتعمل كده. يعني احنا عندنا الفكره ده اللي انا بقوله، قصدي بالمنتجات الماليه اللي بقت متنوعه الغير مصرفيه. ينزل حاجات كتيره، خدمات ماليه ومنتجات ماليه بتنزل للناس، بس هو الناس لسه مش عارفاها لانها مش فاهمه استثمار قوي، مش كمان قوي مركزه في السوق، واحنا ما تعودناش على ايوه الطريقه بالظبط. دي. هي مش احنا لازم واردة. نمسك الحاجه في وعلى ايدينا. فكره ايوه عندهم صح انها موجوده. فلوس كده ايوه فلوس وذهب هم عندهم فضه كمان. عندهم يعني هو انا برضو السمارت فضه ده من الحاجات اللي انا يعني بشوفها كويسه جدا. فهو عندهم فضه كمان. يعني فتقدري. طب انت قلت حاجه على اللي هو لو انا مرتبي هحطه بالشهر بس أيوة. انا ممكن اسحب منه احتياجاتي أيوة. بالاسبوع. انا متهيألي ده يا مريان يبقى برضو مفيد لاصحاب الاعمال. طبعا غالبا ده بيبقى مفيد، لانه انا لو الفلوس دي مش هسحبها كلها دلوقتي وهتفضل موجوده قدامي، لو هيتحوش فلوس هتفضل موجوده، هتفتح قدامي اوبشن تانية يمكن انا لو الكاش مش موجود معايا مش هشوفها. زي ايه؟ دي ليها اعتبارات كتير. لو انا مثلا الكاش ده فضل معايا شويه، انا اقدر ان انا ازود اوبشن الحاجات اللي انا بشتغل فيها. اوكي. او ازود التكنولوجي اللي انا بستخدمها في ان انا اصنع الحاجه. خلي بال حضرتك التكنولوجي احيانا بتبقى مكلفه اكتر من الخام. صح. بدءا من التصميم لحد الابلكيشن او الطريقه اللي بتعمل بيها الحاجه، المكن اللي بينفذ البروسيجر اللي انت عايزاه. ما هو ممكن الدقيقه تبقى ب 300 جنيه وممكن دقيقه في مكنه ثانيه تبقى ب 1200 جنيه. انت ايه اكتر مخاطر حسيتيها في الشغلانه دي؟ لانه يعني بشكل عام في مخاطر كتير في ان انا ادخل في مشروع. صح. ايه اكتر حاجه حسيتي انها عملت زو كده وانت شغاله؟ هقول لك، في حاله الاقتصاد الثابت من فتره كانت المخاطر ليها دعوه بتفضيلات البني ادمين. انت بتقولي كلام صعب قوي، اقتصاد ثابت وتفضيلات بني ادمين. هقول بمعنى ولا في تعويم ولا في غلا ولا في دولار عمال يجري رايح حاجه، ولا الدنيا هاديه وظريفه. مزاج الناس. تمام. طالع موضه دلوقتي ان احنا كلنا نلبس احمر. اذا الموضه دي اختلفت كل اللي كان جايب قماش احمر مش هيعرف يبيعه. ماشي. ده بند. الحاجه الثانيه كمان التغيير الاقتصادي الشديد ده اتحكم في السوق بين الناس. انا بقول ان شغلانتي شغلانه رفاهيه، لما يبقى الناس خايفه من ان هي تصرف مش هيجي على الرفاهيه ويصرفها. لا، هيميل انه حقيقي يجيب الطنبوره اللي هي ناقصه في العربيه، بس مش هيجيب ان هو يعمل العلامه. الناس هتبتدي تعمل نوع من اعاده التنظيم لتفضيلاتها. ده هيأثر على السوق بتاعي، وده احيانا بيبقى مؤذي وخطر، وممكن في حاله في خبطه جامده تطلعك بره السوق خالص. اللي انت شغاله فيه ده اسمه ايه؟ ايه؟ بيسموه اقتصاد الرفاهيات. مين اكتر دوله شغاله في اقتصاد الرفاهيات؟ مين بقى؟ سويسرا. هو اقتصاد مربح جدا، بس هو مشكلته دايما واحده من مخاطره الشديده اللي انت بتتكلمي عنه ده، ان هو اقتصاد سنسيتيف قوي او حساس جدا للتغيرات الاقتصاديه. طب ايه المخاطر التاني؟ لانه خلاص احنا اتفقنا اننا هنحوش. ماشي. وانا عاجبني قوي انت يعني ايه، يعني شغلت دماغي بموضوع 5 جنيه احسن من قله و50 جنيه احسن من ال5 جنيه. خلاص انا معايا المبلغ الصغير ده، قعدت على القهوه مع حد من اصحابنا ويلا هوب نقوم نعمل مشروع. انا عايز اطلع دعوه بقى من هنا. اي قهواجي يقفش 2 قاعدين بيتكلموا يسحب المشاريب. ما يخلوهمش. لا، يا اما يدفعهم دبل عشان يحترموا نفسهم وما يعملوش كده تاني. بالظبط. على القهاوي دي 1000 مشروع بيتعمل. لا ليه بقى؟ لما نيجي نعمل مشروع، انا مشكله قعده القهوه دي بتبقى قاعده حلوه. ايوه. فالافتراضات كلها بتطلع افتراضات في احسن سيناريو متفائله وظريفه. والحقيقه ان هو اللي بيحصل ما بيكونش احسن سيناريو. المشاريع حاجه من الحاجات اللي هي بتكون من اعلى نسب المخاطره كاستثمار. فانا ليه انا النهارده لسه يا دوب متعلم المشي؟ هل انت متعلم استثمار؟ ممكن تكون عرفت شويه حاجات. ماشي. ليه تبقى لسه يا دوب متعلم المشي
فتقوم رايح تعدي الطريق الصحراوي على رجلك. ما فيش حد بيعمل كده أيوة. صح؟ لازم اتعلم واحده واحده، أيوة. ابتدي واحده واحده. في حتى جمله منتشره جدا بنشوفها على السوشيال ميديا يقول لك اللي ما كانش صبي في شغلانه ما ينفعش يبقى معلم فيها بعد. دي تمام؟ جميله لازم تبقى صبي في الشغلانه. فالناس دايما تلاقي واحد قاعد هو مهندس ويقول لك طب انا هروح افتح مثلا مصنع مش عارفه ايه، مصنع اي حاجه. انا مش معترض، ده موديل ممكن بينجح، بس في احتمالات مخاطره عاليه جدا لازم تعمل حسابك عليها. طب نعمل ايه برضه؟ يعني انت خدت مننا المشاريع ومش عايزنا نعمل مشروع. لا خالص لا خالص، انا جاي لك اهو. ابتدي اتعلم عن الاستثمار نفسه في حد ذاته، اعرف نفسك، لان انت ليك شخصيه ماليه، كل واحد فينا ليه شخصيه ماليه. الشخصيه الماليه بتاعتنا دي بتختلف، واحنا على فكره غالبا ما بنبقاش عارفينها. في واحد يجي يقول لك ايه لا انا ما يهمنيش، انا هاخد اي مخاطره وبتاع ونحط انا بتاع، بس اتفرج عليه وهو خسران اول 1000 جنيه هتلاقيه ماشي بيلف كده حوالين نفسه مش عارف يعمل ايه، وغالبا بيتخذ قرارات اشد خطا لان هو متوتر نفسيا. صح. مش قرارات صح. وفي شخص تاني ممكن لما يبتدي يختبر نفسه يلاقي نفسه لا ده انا عندي قدره على المخاطره وما عنديش مشكله ان انا اجرب مره واثنين وثلاثه وما بتضايقش اول ما بخسر على فكره، رغم ان انا كنت فاكر ان انا لا لما خسرت بس اتعلمت حته فبدات ما عنديش مشكله. فلازم تختبر نفسك في الاستثمار. يعني زي ما اتكلمنا على فكره الذهب مثلا الفضل، اللي استثمر في الذهب ده لو لقى نفسه لما سعر الذهب بينزل بيبقى قاعد عمال يكلم صحابه وبيبعت على السوشيال ميديا هو الذهب هيعمل ايه، انت هتخش مشروع تعمل ايه؟ ايوه ده انت السوق يوم فوق ويوم تحت. صح فاهماني؟ صح. لكن لو لقى نفسه انا تمام والله بحط الفلوس وما بتلفتش ليها، دي فلوس انا سايبها للوقت، طويل الامد خلاص انا مش بلتفت وبحط فلوسي واحده واحده. ودي حته مهمه جدا عايزين نرشد الناس ليها في موضوع الاستثمار. دايما الناس كانت تيجي تقول لي في الفتره اللي فاتت دي محمد انا معايا مش عارف مبلغ كذا اعمل بيه ايه؟ انت ليه صحينا النهارده؟ ليه ما عندناش خطه؟ ليه ما بنطلعش فلوسنا واحده واحده عشان نبقى دخلنا في اوقات مختلفه في اوقات اقتصاديه مختلفه؟ واحنا طول الوقت الاقتصاد وحش، في اوقات كان كويس في اوقات كان وحش. صح. فاحنا ليه ما كانش عندنا وقت ما اما كان الاقتصاد حلو كان عندنا جزء، وعندنا وقت واما الاقتصاد كان وحش؟ طب اللي يجي يقول لك يا محمد انا معايا 100,000 جنيه وعايز اعمل بيهم ايه؟ تقول له ايه؟ بقول له بعد اذنك ما تحطش ال 100,000 جنيه كلهم دلوقتي في حاجه واحده. اوكي. يعمل ايه؟ حط لنفسك خطه وقسم ال 100,000 جنيه على فترات، وتحدد الاول هتحط ال 100,000 جنيه دول في استثمارات شكلها عامل ازاي، قسمهم على كذا حاجه. حتى لو كانت في حاجه انت مقتنع انها هتعمل 100% برضه ما تحطش فيها فلوسك كلها. مجرد تقسيم الفلوس بيقلل من نسبه المخاطره ان كانت المخاطره. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد اذنك ما تخليش اي حد يقنعك او يكلمك يقول لك حط فلوسك في كذا لمجرد ان هو حاطط في الاستثمار ده. ده كلام مش سليم. ده يناسبه، انما مش بالضروره يناسبه. مش بالضروره خالص يناسبك. ومش بالضروره اللي بيعمل 60% رغم انه بيعمل 60% برضه يكون مناسبك، لان هو ممكن 60% دي تكون بتحصل بتوتر نفسي عنيف يخليك تاخد قرارات غلط. زي البورصه مثلا، يعني مش كل الناس بيناسبها انها تناسب. البورصه ممكن تعمل فلوس كتيره جدا لناس كتير وممكن تقع وممكن تقع في نفس الوقت. خلاص. طيب استاذنك بس رقم 3 ودي مهمه جدا، اتاكد ان الحاجات تحت رقابه يا اما البنك المركزي يا اما هيئه الرقابه الماليه. اي حاجه تانية غير كده حتى لو كانت بتكسب فهي خطر. طب انا ممكن اضيف لك حاجه، انه غالبا اللي بيعمل مشروع ده ما بيديكش الانفو كامل للاخر، بيقول لك الميزه اللي تخليك تتعامل معاه او تديله فلوس بس الريسك اللي هو عارفه ومش قايله عمره ما هيقوله لك. ده حقيقي طبعا. ولا واحيانا بيبقى واخده ان هو انا متخيل ان كل الناس عارفه، يعني عارفه انت برضه بتشتغلي في حاجه كتير وانت يعني ما كنتش عارف ان هو مثلا بيفترض ان كل اللي عايشين في البلد فاهمين ان البهايم ممكن يجي لها فره. مش عارف ان البهايم ممكن يجي لها جنون البقر ولا ففاكر ان هو عارف. ده بافتراض سوء النيه. بس حسن النيه هنقول ان هو معلش جت غصب عنه. معلومه معروفه. بس ده يقول ان لازم دراسه المخاطر قبل دراسه الاستثمار. ده اهم حاجه. انت لو عرفت ما تخسرش هتكسب. يعني دي معلومه مهمه جدا. انت بتدي كده كلمات سهله جدا يعني. برضو زي ما يقولك وزعي الفلوس على كذا حاجه. طب انا ممكن اسالك سؤال يخصني بحكم ان انا مشروع صغير. انا اقدر اتفادى ازاي المخاطر الكبيره دي بحكم ان انا راس مالي محدود، وحقيقي ممكن ما يبقاش عندي الامكانيه ان انا اقسم راس مالي على كذا حاجه؟ ده سؤال كويس قوي. انا فتحت مشروعي وغرست جوه خلاص والبضاعه في المينا يا باشا. مفيش بقى الكلام اللي انت بتقولي ده. ما عنديش الرفاهيه في الورشه. يعني ما عنديش رفاهيه الكلام. في الورشه. مهم جدا الناس اللي بتشتغل في مشاريع او في اي استثمار على فكره، برضه انا هعمل الكلام عن الاستثمارات بشكل عام. لو انت ما عندكش فرصه انك تخرج من الاستثمار دلوقتي، اعرف انت هتوقف الخساره امتى. تسميه الستوب لوس. انت هتستحمل خساره لحد فين؟ هل هم 20,000 ولا 40,000 ولا 60,000 ولا 100,000؟ النسبه من راس المال يعني اللي انت حاطه. لا وممكن تعدي راس المال. ان ممكن ابقى حاطط مثلا انا حطيت 40,000 في الاول والله لا بس انا لسه شايف المشروع ممكن يبقى فيه حته كمان، طب احط 20,000 كمان عليهم. ده تمام. بس حط رقم وخليك بقى ملتزم عليه. عشان كده هو الالتزام حاجه مهمه جدا. طب حاجه كمان، ايه المحددات اللي تخليني افهم ان انا كده وقفت عند الخط اللي انا بعديه ابقى برمي نفسي في الميه؟ لما اوصل لايه؟ دي بتاعتك مش انت. الفلوس. لو عايزه ترمي نفسك في الماء على فكره وتحاولي تضبشي ده بتاعتك انت. دي هي بقى اختلافات المخاطره، دي بقى الشخصيات الماليه.
في كريسك شخصيات- تيكر يعني او لا؟ كريسك تيكر او لا، درجتك على فكره يا أنا ريسك سلام، انا تيكر. قاعده مع 2 خبراء في البورصه ما اقصدش يعني ريسك تيكر ومش عارفه، ما تقولوا لي المخاطرة. كلام قدرتك هل على ان أنت انت درجة تخاطر المخاطرة- وتتحمل هل انت المخاطره. درجه المخاطره جامده؟ انا على فكره انا ممكن انا بتحمل مخاطره وانت بتتحملي مخاطره، درجه المخاطره اللي انت بتتحمليها يعني ممكن تختلف عن درجه المخاطره اللي انا بتحملها. حقيقي. استاذه نهاد ممكن تتحمل درجه مخاطره 0. والنبي وأنا- انا مش حامله اي كلام من اللي احنا انتوا هنا بتقولوه احنا ده. عندنا الفلوس في البنك، ما فيش عندناش ده حته ست ثانيه. غلبانه جدا ارجوك. خلاص انا ممكن اكون بتحمل درجه خساره 50 ودي درجه كبيره، حضرتك ممكن تكوني 440. يا خبر. وعلى فكره هو درجه المخاطره مش معناها بالضروره ان الخطر هو انا من البني ادمين اللي بيقبلوا مخاطره ممكن تبقى كبيره على اللي فكره. بيركب عربيته ويسوق على 250 ولا 260 عشان لا ده مجنون ده. مجنون، بس ده ممكن ضيع عمره. بيوصل اسرع صح، بس زلطه هتقلبه. بس بالظبط، بس ما هو في صح؟ ثانيه هيروح. فانا ما اقدرش اقول للناس سوق على 250، بس والله انت متاكد من عربيتك وعايز تعمل كده ورايح تلحق مصيبه، توكل على الله. طيب طبعا بتوع المرور هيزعلوا مننا قوي، لا ما او يمكن يتبسطوا علشان ياخدوا مخالفات. ما ده استثمار برضه. مش كده بالظبط. لا انا عايزاك تقولي بقى برشامه كده بجد والله. حاضر. انا معايا مبلغ حوشته، والمبلغ ده صغير، والكلام بتاع المشاريع الكتير قوي بقى اللي الناس تقعد تقولها فيها دي انا ما بثقش فيه. اعمل ايه؟ ممكن بعد اذنك لو انت ما عندكش اي فكره او حضرتك ما عندكيش اي خلفيه عن الاستثمار والكلام اللي احنا كنا بنقوله بالنسبه لك ده الكلام الكتير ده هيروغليفي وكلام، ممكن نحط فلوسنا في البنك في الاول شويه في البنك. ممكن لو بس سمحت. ما هو تغيير سعر العمله والتضخم اللي حصل خلى الفلوس اتقطمت. ما انا عارف، بس احنا برضو اصل هتخش في حاجه ممكن الفلوس تتقطم وكمان الفلوس تخسر. تمام. فخلينا في الاول، لو انت ما عندكش معرفه ممكن نخلينا في البنك شويه. ماشي. طيب عندك معرفه صغيره وعارف البنوك والحركات دي كلها، ممكن نخلينا في حاجه بنسميها ادوات الدخل الثابت. يعني ايه؟ زي صناديق الاستثمار اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي حاجه هتدخل لي دخل ثابت، تدخل فايده. ماشي. اللي هي زي اللي انت سميتها الادوات الماليه غير المصرفيه. ادوات ماليه غير مصرفيه بتدخل دخل ثابت. تمام. خلاص. اما اجي ادور، يعني قفلنا الحلقه وانا نسيت الكلام ده، اما اجي ادور على البحث على الكمبيوتر او على التليفون، ادور على ايه؟ حضرتك تقدري زي ما اتفقنا كده، احنا قلنا كام ابلكيشن عشان نسهل على الناس. قلنا لهم حضرتك لو عايز النهارده تستثمر في حاجه بتدخلك دخل ثابت بشكل يومي، عند حضرتك في على ساندر. اوكي. برنامج ساندر هتلاقي عليه ادوات دخل ثابت، هي اسمها ودي كده. مدمونه بالبنك المركزي، مدمونه بنك مركزي زيها زي البنوك. رقابه ماليه. خلاص. ماشي. حضرتك عايز تاخد نسبه مخاطره اعلى شويه، تقدر تروح تستثمر في الذهب والفضه من خلال تطبيق اسمه منجم او شركه ثانيه اسمها ذهب مصر. حضرتك احنا كده مش بنعمل لهم دعايه، ده احنا بنقول للناس عندنا حتت تقدر تساعدنا بدل ما نحط الفلوس تحت البلاط. حاجه طبعا يعني دي حاجه ليهم هم، مش يعني للناس، واحنا بنحاول نديهم بس بدائل استثماريه يقدروا يدوروا فيها. ولو لا حاجات تانية نرحب جدا في حاجات كتيره بس لازم تبقى تحت حمايه البنك المركزي. بس اهم حاجه الختم بتاع البنك المركزي هو الرقابه الماليه، ده انت براه مش في امان. وبنعرفه ازاي؟ هل بيبقى على الابلكيشن او التطبيق ده؟ لازم هيلاقي في العقد موجود ان الابلكيشن طبعا بيبقى منوه ان احنا تبع ايه رقابه ماليه او بنك مركزي. لكن لما اروح انا واعمل معاهم عقد زي ما بعمله، بس كلمه عقد دي كبيره. عقد ده زي ما اكون بشتري خط تليفون على فكره، ما هو ده عقد بيني وبين شركه التليفون. ده دلوقتي بقى بيتعملوا الكتروني كمان، وبيطلب منك يخليكي تصوري تحطي الصوره بالموبايل وبتاع، ما بقيتيش حتى بتحتاجي تحركي، او بيبعت لك حد تمضيكي على العقد. دي حاجات بسيطه جدا، وبيبقى مكتوب فيها ان ده خاضع لقانون كذا، وده تابع لهيئه الرقابه الماليه او هيئه او بنك المركزي. تمام. يبقى احنا كده هنحط حاجات يا اما فلوس ثابته ونسحبها زي ساندر، او هنحط في استثمار في ذهب او فضه في منجم والتطبيقات اللي زي كده. وهنوزع فلوسنا على استثمارات كتير. نوزع فلوسنا على كذا حاجه. نوزع توزيع الفلوس ده امر مهم جدا، حتى لو انت عارف ان ده حاجه انت متاكد انها هتجيب لك 100%، بعد اذنك ما تحطش فيها كل الفلوس. تمام. لان كل ما زاد العائد زادت المخاطره. كلمه تمام. تمام. ايه تاني من الافكار اللي والله في عندنا مثلا الناس بتيجي تعمل جمعيات. ايوه. لو انت مثلا ما بتعرفيش تحوشي، بيجي لك الفلوس بس بتصرفيها بسرعه. تمام. فالجمعيه بتبقى حل كويس بالنسبه لك. في حاجه اسمها ماني فيلوز موجوده في مصر دلوقتي، اللي هو ابلكيشن للجمعيات اسمه ماني فيلوز. يا بدل الجمعيه اللي كانت بتعملها خالتي بقى في جمعيه. يبقى في جمعيه تحت رقابه البنك المركزي. وعاملين فيه برودكت بقى، حاجه عاملين فيه منتج كده لطيف جدا للناس اللي ايديها سايبه. بيعملوا ايه؟ ايوه لما مخروبه يقول له انت عايز تحوش كام؟ يقول له انا عايز احوش 500 جنيه في الشهر. يقوم مدخله على بروجرام، على مجموعه برنامج. يخليه يفكروا كل شويه يحط ال 500 جنيه يحطهم عنده. خلاص. فهو هيحط المفروض مثلا 10 شهور. يقوم واخد منه 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ما يحطش العشر ويرد له كل التسعه، يبقى كانه لو هو بيحط 1000 قبض جنيه الجمعيه كده ياخد ال 10000 جنيه كانه قبض الجمعيه، بس ما دفعش اخر مره. دي كانت الانترست بتاعته. والله. ولو انا مش عايزه اكمل ال10 شهور بقى، تسحبي فلوسك زي ما هي. اتخانقت انا وخالتي بتاع البنك لا، المركزي، تسحبي فلوسك زي ما هي، فلوس. هتاخدي فلوسك بس من غير الفايده بقى، من غير الحته الاخرانيه. بس دي مضمونه اكتر كمان من ان اعملها مع حد والفلوس تختفي ولا يتزنقوا فيها. ده بقى فيها كذا ميزه بصراحه. آه. طبعا هي مضمونه اكتر طبعا، ده رقم واحد. رقم اتنين، الدوائر بتكتمل من غير ما حضرتك تحتاجي تكمليها، لان هم بيخشوا يكملوا لو الدايره ما اكتملتش. مش محتاجين ندور مش بتاعتك، على دي الجزئين. هم اللي الجزء الثالث محدش يقعد يجري ورايا ويقول لي ناقص سهم، ما تدخلي معانا خد يا نفر زياده لا، وبعدين عشان بيعملوا حاجات لطيفه قوي، اللي هو يقول لك ايه، جمعيه المدارس وجمعيه فيعلم يا يشوف سلام. الجمعيه التقبضيه شهر 9 ويشوف الجمعيه التقبضيه بتاعه المصيف. ده كل ده على الابلكيشن. على الابلكيشن. ده البنك المركزي يا جماعه اتطور قوي. الدنيا هم خدوا خالتي اشتغلت اللي هناك عايز ولا اقوله ايه؟ للناس ان احنا كان عندنا فقر في الخدمات الماليه في فترات طويله في حياتنا. بس حاليا بدا عمال يطلع منتجات كتيره قوي، وبعد اذنكم تعاملوا معاها بثقه وتعاملوا معاها كتير. ويا عم انت قلقان وبتاع، ما تحط لك 100 ولا 200 جنيه جرب عشان تتعلم. انت بتتعلم ازاي؟ ايوه هتتعلم ازاي؟ انت طول الوقت كده انت لا اصل انا بخاف من الحاجه دي. طب بتخاف على 100 جنيه يعني؟ بتخاف على 50 جنيه؟ جرب ب 50 جنيه. هو مش هيقول لك لا، على فكره الحاجات دي كلها بقى بتستقبل ارقام ضعيفه جدا. ايوه. فمش هيقولوا لك لا، حط اي حاجه، ابتدي كون ثروتك. احنا اتكلمنا في حته، قلنا الحبه اللي هنحوشهم دول، حاول نحوشهم. ثروتك دي كلمه جميله قوي. ما هي ايوه، يعني انا الربع جنيه بتاعي ايوه ثروه. ايوه ثروه ليه؟ لانه قادر على توليد فلوس. ده فاحنا التحويش اللي بنحوشه عندنا 3 حاجات بنصرفه فيه. يا اما ان احنا بنحط بيه اهداف شخصيه، نيجي عايزين نجيب فستان، عربيه، موبايل، بتاع، روق نفسك او اكسسوار عربيه. روق نفسك، ما تزعلش نفسك. انا هاجي لك اكتب اسمي عشان اسمي غريب، عايز احطه على العربيه عشان هتشغلط فيه بعد كده. ايوه تمام. هات الحاجات اللي انت بتحبها، عيش كويس. خلاص. وعندنا جزء تاني بنصرفه على الطوارئ، ده اللي بنحوشه بنصرفه على الطوارئ. يجي لك لا قدر الله حاجه، تاخد شويه فلوس وتمشي. صحيح. في جزء تاني احنا عمرنا ما بنحوش له، اللي هو الثروه. اللي هو يعني هنشتري بيه، مش هتشتري بيه حاجه. ده اللي بيخليك تنام مرتاح. ده لما يبقى عندك 60 سنه يبقى هو اللي بيدخلك فلوس، اللي بيشتغل مكانك. صح. فالثروه دي، عارفه بعد ما بنحط عليها التيكت ان ده بتاع فلوس الثروه، تعالى فرجني نفسك كده وانت رايح تفك الفلوس عشان تشتري حاجه، مش تقدر. نفسيا هتبقى عامله كده زي الجمله اللي بيقولها ايه، يقول لك دي فلوس جهاز البيت. عارف لما يقولوا الجمله دي فلوس جهاز البنت اتحطت على جنب، ما بتقدرش تمد ايدك عليها. هي دي نفس الفكره، فلوس ثروتك دي. انا شخصيا هتأمني لما اوصل ل 60 سنه ما بقاش عماله اقول المعاش ما بقاش قلقان حقيقي. الباب اللي اتفتح ده هقفله ازاي؟ المفروض ان انا خبير وبروفيشنال. انا جيت في مره اتزنقت في فلوس، فاضطريت امد ايدي على فلوس الثروه دي. عايز اقول لك انا لحد دلوقتي كاره الحاجه اللي انا اشتريتها عشان طلعت منها جدا. مع انها كانت زمان بالنسبه لي عادي، بس ان انا خلقت عندي سلوك. وما هديتش الا لما رجعت الفلوس دي تاني لمكانها، وبقيت زعلان كمان انها كانت شغاله بتجيب فلوس. انا لما خدتها الحبه دول ورجعتها تاني. متهيالي ده يبقى مفيد قوي، بالذات للي زيي وزيك، يعني اللي زي حالاتنا اللي بيشتغلوا في السوق. انا ما عنديش حاجه مضمونه. انا دايما بقول المحامين مهما كسبنا، احنا في الاول في الاخر ارزقيه على باب الله. طبعا. وانتوا في السوق يعني برضو في الشارع ما عندناش عرضه لكل التغييرات اللي بتعدي، وخصوصا مثلا التغييرات الاقتصاديه. يمكن دي اكتر حاجه اليومين دول عامله ضغط عصبي ونفسي على اي حد في السوق، انه انا مش عارف بكره عامل ازاي. فغالبا التكنيكس اللي انت او المهارات الطرق اللي انت قلت لي عليها، المهارات اللي انت خلتني فتحت مخي ليها، لا تفيدني ان انا على الاقل تبقى اعصابي اهدى. انا بحرق وقت كتير قوي في ان انا قلقانه منه، انا مش عارفه. انا بجيب الحاجه النهارده بكذا، بكره بجيبها بكذا، انا كده بخسر حقيقي. وهو الحقيقه فكره الاستثمار او كلمه الاستثمار لما نسمعها نحسها مش موضوعنا، ده موضوع برانا قوي. يا ده بتاع الناس بنستثمر والله 50 جنيه. ده بتاع الناس الاغنياء. يعني في كلمه عبقريه. انا شخصيا يعني لو هحط حاجه بروزها على الحيط من الكلام اللي اتقال النهارده، ان لو حوشت 5 جنيه هي احسن من ما فيش، و50 جنيه هي احسن من ال5 جنيه. والاهم من كده ان ال50 جنيه دول ممكن احطهم في 100 حاجه للاستثمار، من غير ما نقعد على القهوه ونعمل مشروع على الرايق ونبقى 2 اصحاب ولا 2 نسايب كان معاهم فلوس حطوهم في حاجه وبعد كده خسرت فخسروا بعض. هي الخساره الانسانيه بتبقى اكبر من الخساره
الماليه في الحاجات دي. انما لو انا معايا 50 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه وقدرت احطهم في ابلكيشن بشتري فيه ذهب، او ابلكيشن بيحوش لي فلوس ويديني عائد يومي، او ابلكيشن بتاع الجمعيات، وانا سعيده ان البنك المركزي خدوا خالتي اشتغلت عليه عندهم. واضح انها يعني الله يرحمها بقى كان عندها رؤيه للمستقبل. فالحقيقه روحها حاضره لغايه دلوقتي في البنك المركزي في الجمعيات دي. فالحقيقه دي حلقه مهمه ومفيده، واعتقد ان دي من المعلومات اللي احنا كعيله لازم نتبادلها مع بعض طول الوقت. طبعا. ودي حلاوه قعدتنا في قعده شاي بلبن، لما بنقعد عيله كده واحنا وحبايبنا واصحابنا واصحاب اصحابنا، ونقعد نستفيد مع بعض في الحاجات اللي يعني كلام على الرايق، بس كلام مهم. اشوفكم في حلقه جايه.